الرحمن. أيمن، كيف حالك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. لا تسأل هنا يا عبد الرحمن. ما بالله بين ننتبه للفاني حق صاحبي، قلع يسير ويرجع. حقك ولا حق صاحبك؟ العمل مش شعيب. دحين قل لي يا عبد الرحمن، سجلت هذه السنة ولا لا؟ هذه السنة ما درست. ليش؟ ايش السبب يا عبد الرحمن؟ بين أطلب الله، لأنه أنا اللي أصرف على البيت. لو تدرس يا عبد الرحمن الصبح وتشتغل بالعصر هتقدر. أيوة صح، بس أنا داري المدرسة اشتلازي وكتب ومصاريف، أنا داري بحاجة المدرسة. طيب يا عبد الرحمن، لو كلمت بيكلم صاحبه، هو أستاذ في المدرسة. تصدق يا أيمن أتمنى أدرس معاكم، لكن الظروف ما تسمحش. أنا عاد أحاول معك لما أرجع من المدرسة، وإن شاء الله يصير كل خير. يا أيمن لا تحرج شابوك مع الناس، السنة هذه قد طارت. عبد الرحمن لا تقولش هكذا، تفاءل خير، ربك كريم. أيمن لو سمحت لا تحكي شحاد إنك أبصرتني أبيع فاين. عبد الرحمن مالك تستحي، العمل مش عيب، العيب إنك تمد يدك للناس. صدق يا أيمن؟ أكيد، المفروض إنك تفتخر لأنك تشتغل وتوفر لقمة حلال لبيتكم. يلا مع السلامة. السلام عليكم يا بابا. يا هلا يا هلا بالطالب المتأخر. بابا كيف دريت؟ علنوا في الجزيرة، أكيد اتصلوا من المدرسة وقالوا إنك وصلت اليوم متأخر. أيوة يا بابا، اليوم أنا تأخرت. وليش تأخرت يا بابا وأنت خرجت في موعدك؟ أصلاً يا بابا الموضوع الآن يا ابني اتصل الأستاذ زياد وأنا متأكد إنه حيتساعد معانا. يا رب. هذا أبو أيمن ما قد بعنا، الله يفارجنا. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأستاذ زياد؟ كيف الغالي حقنا؟ هيا ما قد به معنا يا أبو أيمن. وينك غايب منهن بدأت الدراسة ولا عاد بسرنا لك صورة؟ والله يا أبو أيمن قدك داري، يعني دوام، تصحيح، اختبارات، ها قدك داري بنظام المدارس. طيب اسمعني، اشتي حاكيك في موضوع. أيوة ما قد معانا من موضوع يا أبو أيمن، أكيد نفس كل سنة تشتي نتوسط لأيمن نخفض له. لا 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 لا، هذا السنة غير. ما بالله معانا صاحب أيمن وأنا داري إنك تحب الخير وهتعمل اللي هتقدر عليه، وإحنا واثقين فيك يا أستاذ زياد. إنه هذا الموضوع يا أبو أيمن، الله المستعان، والله قد زعلتني. إن شاء الله إن شاء الله بقى نشوف كيف نعمل بإذن الله. كتب الله أجرك يا أستاذ زياد. آمين آمين وإياك يا أبو أيمن. بإذن الله بشوف الموضوع ورد لك خبر بكرة. وأنا منتظر رد منك إن شاء الله. في رعاية الله، نتواصل على خير يا أبو أيمن. في أمان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش قالك يا بابا؟ قال حيفعل اللي هيقدر عليه ويريد لنا خبر غدوة. يا رب اجبر بقلب صاحبي. أنت خليك متفائل يا أيمن، ما دام أنت تسعى في الخير الله يجبر بخاطرك أنت وصاحبك. صدق يا بابا أنا متفائل، بشكل صاحبك هذا الأستاذ زياد يحب يفعل الخير. ها هذا الأستاذ زياد. أهلا بالأستاذ زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا أبو أيمن؟ حي الله الأستاذ زياد. إن شاء الله طيب. بشر أستاذي، إيش الأخبار؟ والله إلا قلت أبشرك الآن وعادنا في ساحة المدرسة. بشرك الله بوجه النبي، يعني المدير وافق؟ أيوه الحمد لله المدير وافق وعفى الطالب من الرسوم كاملة، الرسوم الدراسية. الحمد لله الحمد لله، يعني ولا عاد علي شيء ولا عاد يدفع ريال. أيوه عفاه كامل، وإن شاء الله يبكر يداوم مع أيمن من بكرة. الله يجبر بخاطرك يا أستاذ زياد، كتب الله أجرك يا أستاذي. الله يرضى عليك، ما فعلنا شيء إلا الواجب. الله معك يا أستاذي، مع السلامة. الله يوفقك، نتواصل على خير. الحمد لله الحمد لله. يا أيمن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرورا